وصفة النهاردة من أسهل وأطعم وصفات البسكوت. هنعمل مع بعض بسكوت ال10 دقايق السهل الاقتصادي اللي مكوناته كلها موجودة عندنا في كل بيت. بسكوت ده ينفع مع الشاي مع القهوة، تفطروا بيه الصبح. بما ان كمان الشتا داخل خلاص علينا، فبنحتاج ان احنا نشرب مشروبات سخنة كتير، وبنحتاج حاجة ناكلها جنب ايه المشروب السخن بتاعنا. وصفة البسكوت سهلة وهتنفع معاكم من أول مرة. بس قبل ما ندخل على الفيديو، لو أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة واعملوا لايك على الفيديو. اول حاجة هنحتاج كوباية زبدة على زيت او سمنة على زيت، ولو ما فيش زيت ممكن نستخدمه زيت بس، ما فيش ممكن سمنة بس، ممكن زبدة بس، المهم تكون بحرارة الغرفة. وهنحط بعد كده كوباية سكر بودر يكون مطحون. هنقلب 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 كويس قوي لحد ما خلاص السكر يدوب. هنحط 2 بيضة، عدد 2 بيضة، وبرده تكون كل حاجة بحرارة الغرفة. يعني تبقوا مجهزين كده البيض والسمنة او الزبدة في المكان اللي انتوا هتعملوا فيه البسكوت. نضرب كويس قوي 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 لحد ما البيض والسكر وكله يخش في بعضه. تمام. بعد كده هنروح هنجيب ظرف فانيليا عشان الزفارة بتاعة البيض، ظرف صغير مش كبير. بعد كده هنقلب. انا هستخدم المضرب الكهرباء، هيبقى افضل عشان ايه اخلص بسرعه. نضرب كويس قوي. اهم حاجه بصوا ان احنا نوصل للون ده، وان المكونات كلها تبقى خلاص لونها ابيض كده، يبقى تمام الوصفه. هنستخدم 3 كوبايات دقيق، بس عايزه اقول لكم ان انا زودت كوبايه كمان، لان هو بيختلف من دقيق للتاني. يعني انتوا حطوا الاول كوبايه في كوبايه في كوبايه لحد ما تعمل معاكم العجينه كويس. وهنحط رشه ملح صغيره، وهنحط رشه بيكنج باودر صغيره، مش هنزود. وانا هنا زودت، حطيت مثلا معلقتين هنا كبار لبن بودره، بتحفز الطعم جدا. وبعد كده هنقلب مش بايدينا، بمضرب او بشوكه او بمعلقه خشب. المهم ان احنا نقلب كويس. مش هنضيف اي حاجه، ولا هنضيف لبن ولا هنضيف ميه ولا اي حاجه. كده المكونات مظبوطه 100%. اضربه كويس قوي، بس مش يعني ما تضربوش كتير، لان اساسا عجينه البسكوت مش بتتعجن ولا بتتضرب كتير. المهم بس المكونات كلها هتخش في بعضها. بصوا هنا انا بوريكم كده العجينه، المهم ان احنا نوصل للقوام دوت. بس انا هنا ما عجنتش كتير خالص. بصوا بقى هنا، المهم ان هي ما تكونش فيها مطه، وان هي تبقى ايوه بتشكل معاكم. انا هنا قسمت العجينه على 2، عشان انا هعمل عجينه بالكاكاو وهعمل عجينه ساده. هنا انا جبت معلقتين كاكاو كبار، حطيتهم على معلقه ونص لبن، ضربتهم وحطيتهم في العجينه، وهقلب كويس لحد ما كله يخش في بعضه. لو العجينه لقيتوها ان هي سالت منكم، ممكن تزودوها دقيق وتطلع معاكم برضو كويسه. هجيب بقى صينيه الفرن، واكون عاملاها بالفرشه بنقطه زيت كده، واشكل بقى العجينه زي ما انتوا شايفين. انا هنا ما كانش عندي الاشكال، لان انا ما كنتش في بيتي عند ماما، فانا هنا استخدمت الشوكه واستخدمت غطا الازازه. هنا انا كنت بشكل بالشوكه. انت اي حاجه عندك في المطبخ ممكن تشكلي بيها، قعر الكوبايه، الغطا، الشوكه، اشكال لو عندك. فهي سهله قوي 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 ان انت تعمليها. البسكوت سهله قوي وخطواته بسيطه جدا، مش بيحتاج حاجات كتيره. اهم حاجه البيض برضو يكون بحراره الغرفه عشان ما يرملش معاكم. لو وصلتوا لحد هنا صلوا على سيدنا محمد. لو تلاحظوا في الفيديو ان انا كل المقادير مستخدماها بنفس الكوبايه، يعني هي الكوبايه اللي انتوا بتعايروا بيها هي واحده بس، ما بتعملوش اي حاجه تانية. هنا انا هوريكم ان انا بعملها مثلا فردتها. بس اهم حاجه ما تطخنوش عجينه البيتزا. يعني انا هنا عملت غلطه ان انا العجينه كنت بقطعها كبير، انتوا خلوا العجينه صغيره ورفيعه، لان هي بتنفش على فكره. يعني انتوا بططوا عليها خالص، خلوها سمك رفيع، وخلوا يعني القطعه صغيره. انا هنا فردتها خالص في الطبق، وشلت الجوانب بالسكينه وقطعتها في النص اهي. دي شكلها حلوه قوي وطعمها جميل قوي. عايزه اقول لكم ان هو كان تحفه.
اهم حاجه ما تغيبوهاش في الفرن. اهم حاجه ما تغيبوهاش في الفرن، يكون الفرن شغال قبلها ب10 دقايق. بياخد لو الفرن عالي بياخد 5 دقايق بس من تحت، ودقيقتين فوق على الشوايه. لو الفرن عندكم يعني الحراره بتاعته قليله وبطيئه، فهو بياخد 10 دقايق من تحت و3 دقايق من فوق. المهم تطلعوا البسكوت من الفرن على طول. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو وصلت لحد هنا اهوت اعملوا لي لايك على الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناه وجربوها على ضمانتي. واتمنى ان انتوا تشجعوني كتير. وصلنا لحد اخر الفيديو خلاص. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي.